هاد الغلاء اللي كاين راه كاين حتى في اوروبا. مغاربه العالم ولاو كيتعرفوا انهم آلة ديال الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الصيف بزياف ديال الناس لاحظوا واحد الحاجة، وهي أن الجالية المغربية المقيمة في أوروبا بين أقل من السنوات اللي دازوا. بزاف ديال المدن والقرى اللي كنا كنشوفوها عامرة بولاد البلاد اللي جايين يقضيو العطلة، هاد العام كاين اللي كيقول باللي الحركة ناقصة، وهاد الشيء خلى بزاف ديال التساؤلات كيطرحوا. واش فعلا الجالية نقصت هاد الصيف؟ وإلا كان هاد الشيء صحيح، شنو هي الأسباب؟ في هذا الإطار واحد الأخ مغربي مقيم في إيطاليا دار تصريح وهضر على هذا الموضوع، وعطى وجهة النظر ديالو والأسباب اللي كيشوفها هي اللي خلات عدد من أفراد الجالية ما يجيوش هذا العام. دابا نخليكم تشوفوا التصريح ديالو، ومن بعد غنرجعوا نناقشوا الكلام اللي قال ونحللوا هذا الموضوع من جميع الجوانب. وكان دقينا ناقص الخطر بأن المغرب بدا كيفتقد واحد النوع ديال البشر، واحد النوع ديال المغاربه اللي غادي يصعب عليهم انهم يبقاو يجيو للمغرب لظروف اقتصاديه، ظروف اجتماعيه، وظروف حتى شنقول لك حتى سياسيه في المغرب. نكونوا صراحه بعضياتنا، نكونوا صراحه، لان مغاربه العالم ولاو كيتعرفوا غير كان انهم آلة ديال الفلوس، غير آلة كتدخل الماده والسلام. ما كتراعى الوضعيه ديالهم ولا الظروف ديالهم حتى شي حاجه. دابا ملي كيقرب الصيف وحنا كجاليه تماك والعائلات واللي عنده الوليدات وداك الشيء، شحال هذه كنا كنتظروا الصيف بفارغ الصبر. خاصنا ندخلوا للمغرب، خاصنا نشوفوا العائله، خاصنا نتساراو، خاصنا نتعاونوا مع العائله ومع الاصدقاء. ولكن ولا دابا ملي كدير شهر 5 كيقرب الصيف كينزل علينا الضيم من الخوف من الحاله اللي كاينه في المغرب. الحاله ديالنا بعدا باش نكونوا واقعيين، هذا الغلاء اللي كاين راه كاين حتى في اوروبا، الناس راه ولات كتعيش عيشه عاديه بحال اللي عايشين هنايا. راه ما بقاش داك الفلوس كتجمع، وما بقاش داك الشيء اللي كيجيب بنادم كيجيب طوموبيل جديده، ولا كيجيب الاموال انه كيخسر على العائله، يخسر على الاصدقاء. الامور راه صعابت. انا قلت لك دابا في الصيف ولا عندنا. واخا سي عبد الرحمن، واحد السؤال. نعم. قلتي غلاء كاين حتى في اوروبا، ولكن كاين الناس كيقول لك في اوروبا الرحمه على هنا يبقى بطبيعه الحال مع الغلاء تما، مع الزياده في الاسعار، كاين زياده في الدعم ديال الدوله. كتعطيك كل شيء. اولا ما حاجه وحده الوحيده اللي كاينه هنايا وصعيبه بزاف ماشي، وهي الدراسه ديال الاولاد. والولاد هنا الا بغيتي تقري ولادك راه خاصك شهريه ديال 6 شهور باش تقري الوليدات ديالك. الصحه تماك عندنا ما كتخممش. حرقك غير حبه عندك في يديك ولا شي حاجه كتمشي وكيصوانيوك قدام ما تخلص حتى ريال. الحاله ديال الطرقات، الحاله ديال استقبال الادارات، راه الجاليه راه كتشتكي حتى من الاستقبال ديال الادارات، حتى من عدم ما عاطينهمش واحد القيمه ديالهم اللي خاصها تكون. لان في التالي كنبقاو حنا كناس اللي كبرنا في المغرب وعاد خرجنا عاد هاجرنا، راه عندنا المغرب مدقوق في الدم ديالنا، ما يمكنناش نتخلاو راه حتى النهار اللي غنموتوا. ولكن كيف قلت السنه اللي فاتت بهذه الهضره هذه، ناقص الخطر راه على ولادنا راه ما غاديش يعاودوا يقدروا يجيو للمغرب بكل صراحه. هذا نداء كنعاود اجمل بحال السنه اللي فاتت. خاصكم ديروا شي مسائل للوليدات فاش يجيو يجبروا المغرب يعجبهم. وما كاين لا فين يلعبوا رياضه، لا فين يعوموا، لا فين يتساراو، لا الحمايه في الشوارع اللي يمكن يتسرقوا في اي لحظه. لا نقول لك الحراره المفرطه، وما كاينش شي حالات ديال ولي بيسين. عباد الله، لي بيسين ولينا كنعيشوا واحد الازمه كبيره سيرتو في مدينه فاس. فناقص الخطر اخويا على مازال كنلوحوه للسلطه والدوله ديال المغرب، لان هذه مرحله غدوز. ولكن راه المرحله اللي ما بعد هذا الجيل هذا ديالنا، انا ما كذا كنقولها، راه غيصعاب عليكم تجيبوا ولادنا. كما شفنا في الفيديو، الأخ تطرق لواحد الموضوع اللي كيهم بزاف ديال المغاربة، سواء اللي عايشين داخل المغرب أو المقيمين في أوروبا، وقال بأن فعلا كاين انخفاض في عدد أفراد الجالية اللي كينزلوا المغرب في هذا الصيف، ورجع هذا الشيء لعدة أسباب، منها الغلاء اللي كيعاني منه الجميع في أوروبا بحيث المعيشة ولات غالية، والسفر حتى هو تزاد في الثمن، وزيد عليها حتى الغلاء اللي كاين في المغرب اللي خلى العطلة ما بقاتش بنفس السهولة اللي كانت قبل. وزاد حتى نقطة أخرى حساسة، وهي طريقة التعامل مع بعض أفراد الجالية. للأسف كاين حالات كيحس فيها الواحد باللي غير عرفوه جاي من الخارج كيولي الثمن مختلف، سواء في بعض الخدمات أو في بعض المعاملات، وكاين اللي كيستغل هذه الفكرة باش يربح أكثر. وطبعا ما يمكنش نعمو،
حيث كاينين ناس بزاف كيعاملوا الجاليه بكل احترام، ولكن حتى هاد الحالات القليله كتخلي انطباع خايب وكتاثر على الرغبه ديال الناس باش يرجعوا كل عام. واكثر نقطه تستحق الوقوف عندها هي اللي هضر فيها على الجيل الجديد، ابناء الجاليه. الجيل القديم مازال مرتبط ببلاده، عنده ذكريات وعنده حب للمغرب وكيحاول يجي كل ما سنحت ليه الفرصه. اما الجيل الجديد اللي تزاد وكبر في اوروبا، فإلا ما لقاش الراحه والترحيب والتجربه زوينه في المغرب، فمن الطبيعي انه غادي يفضل يقضي العطله في بلايص اخرى، لانه ما عندوش نفس الارتباط العاطفي اللي عند والديه. بالنسبه ليا هذا الموضوع خاصنا نشوفوه بعين الواقعيه. الظروف الاقتصاديه صعيبه على الجميع داخل المغرب وخارجه، ولكن اذا بغينا الجاليه تبقى مرتبطه ببلادها، خاص كل واحد منا يساهم بطريقته. حسن الاستقبال، المعامله الزوينه والثمن المعقول، كلها امور كتخلي الزائر يخرج بانطباع حسن ويرجع مره اخرى وهو فرحان. لان الجاليه ماشي غير كتمشي تصيفط الفلوس ولا تجي تصيف في الصيف، راه حتى هي جزء من هذه البلاد، وارتباطها بالمغرب خاصنا نحافظوا عليه، خصوصا بالنسبه للاجيال الجديده. ودابا الدور عليكم، واش كتشوفوا فعلا ان عدد الجاليه نقص هذا الصيف؟ وشنو في النظره ديالكم هو السبب الرئيسي؟ الغلاء ولا طريقه التعامل ولا كاين اسباب اخرى؟ كتبوا لي رايكم في التعليقات وغادي نكون سعيد نقرا جميع الاراء. واذا عجبكم الفيديو ومازال ما مشتركينش في القناه، ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر، الى اللقاء.